فيستون مايلي رفض الأهلي وسيد عبد الحفيظ في ورطة كبيرة جدا جدا جدا، ومحدش هيخرجه منها غير حاجة واحدة، إنه يلاقي الأجمد منه. طب يا ترى ليه فيستون مايلي رفض النادي الأهلي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. فيستون مايلي قرر إنه هو مش هيجدد التعاقد بتاعه مع نادي بيراميدز. طبعا ده كان انتصار بالنسبه لسيد عبد الحفيظ غير مرئي، لان اول حاجه كان متارجت عليها انه يجيب مهاجم قوي، مهاجم فعلا قوي بمعنى كلمه قوي، مش مهاجم اي كلام. يمكن كان سبب من اسباب رفضه في الاول ان فيستون مايلي سنه كبير، فيستون مايلي مش هيفيدنا غير موسمين ثلاثه، ده ينفدنا، وممكن طريقة لعبه ما تتناسبش مع طريقة لعب النادي الأهلي. لكنه اقتنع في النهاية بعد ما سمع الأرقام الخزعبلية اللي بتتقال عن المهاجمين سواء في أوروبا أو حتى في إفريقيا. المهم إن سيد عبد الحفيظ بعد كده اقتنع بفكرة ضم مايلي وابتدى يفتح معاه خط مفاوضات. لكن بعد فوات الأوان كابتن سيد عبد الحفيظ اتأخر جدا، لأن مايلي بالفعل اتفق مع احد الانديه الخليجيه وخلص معاهم كل حاجه بشكل رسمي وبثلاث اضعاف المرتب اللي بياخده مع نادي بيراميدز. انت متخيل 3 اضعاف المرتب؟ ده رقم كبير جدا، الاهلي لا يمكن يدفعه. ايوه زي ما بقول لك، لا يمكن الاهلي يدفع الرقم اللي طالبه مايلي، لانه طالب 2 مليون دولار في الموسم مع بعض المكافآت والاضافات مع الفوز بالبطولات وكمان الوصول لعدد اهداف معين، وده كان شرطه. والله قبلته تمام، ما قبلتوش يبقى سلام. وطبعا عشان كابتن سيد عبد الحفيظ اتأخر في انه يقتنع بفكرة ضم مايلي، كان اللاعب ضاع منه بشكل رسمي. وعلى الرغم من كل المحاولات اللي بذلها الا انه مصر على شروطه. انا ما عنديش مانع العب في الاهلي، لكن العب بشروطي. نادي الاهلي نادي كبير، لكن انا مهاجم قوي ومهاجم منتخب الكونغو وما ادراك ما منتخب الكونغو. وكمان مايلي موقفه كمهاجم صعب ونادر ان انت تلاقيه في افريقيا، مقوي قلبه كده في المفاوضات مع النادي الاهلي. وعلى الرغم من رفض النادي الاهلي للمفاوضات، الا ان كابتن سيد عبد الحفيظ كان غلطان جدا جدا، لانه اولا اتأخر إن هو يفاوض مايلي في وقت بدري، وثانيا وده الأهم إن هو استهان باللاعب وإنه هيبقى في المفاوضات سهل لأنه بيلعب على اسم النادي الأهلي. لكن اللاعب كان واثق من إمكانياته وواثق من العرض اللي متقدم له، لأنه شايف إنه صنع التاريخ مع بيراميدز وعايز يأمن مستقبله خلال الفترة اللي جاية بتجربة جديدة. وبالرغم من إن فلوس بيراميدز كتيرة برضه، إلا إن اللاعب اختار في النهاية الافضل ليه. تفتكر ان كابتن سيد عبد الحفيظ ضيع صفقه قويه من النادي الاهلي، ولا الموضوع هو حسبه صح وشافه من ناحيه تانية اقتصاديه؟ قول لنا رايك في التعليقات.